انفيديا قصة نجاح لشركة قيمتها أكبر من حجم اقتصاد اليابان. انفيديا تجاوزت قيمتها 4.2 تريليون دولار. هذا الرقم لم تصل له أي شركة في التاريخ. انفيديا سهمها ارتفع آخر 5 سنوات تقريباً 1200%، أي أن سهم الشركة تضاعف سعره 12 مرة في 5 سنوات. ولتوضيح الصورة أكثر، لو تم استثمار $1000 في سهم انفيديا في شهر يوليو عام 2020 لبلغت الأرباح $12,000 بسعر اليوم، أي أن الاستثمار في انفيديا تفوق على الذهب والبيتكوين، وتفوق أيضاً على مؤشرات وول ستريت. فكرة تأسيس انفيديا ولدت بالصدفة أثناء لقاء جماع 3 أصدقاء في مطعم دينيس عام 1993. هما جينسون هوانغ، كريس مالاخوفسكي، وأندرو كورتيس بريم. المهندسون الثلاثة كان حلمهم إحداث ثورة في صناعة الألعاب والوسائط باستخدام تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد. الحلم نجح وتحول لإمبراطورية تحرك أسواق العالم.